حبايبي الحلوين، النهاردة بناء على طلب الكتير من المتابعين هنعمل مع بعض التومية بطريقة سهلة وموفرة وقوام جميل. يلا بينا نجهز المقادير. هنحط كوباية مية وعليها معلقتين كبار نشا وربع معلقة ملح، ونقلبهم مع بعض كويس وبعدين نرفعهم على نار متوسطة. هنبدأ نقلب لحد ما القوام يتقل معايا ويبقى عامل زي المهلبية، شايفين؟ بعد كده هطفي عليه واسيبه يبرد خالص. بعد ما يبرد هحطه كله في الخلاط او الهاند بلندر، ونبدأ نضيف عليه عصير ليمونة كاملة و3 فصوص توم مفرومين، تمام. ودي نص كوباية لبن مضاف عليها معلقة صغيرة خل، اساس يدينا كأنه قوام الزبادي، او ممكن اضيف نص كوباية زبادي او معلقتين كبار مايونيز، كل ده بيعزز الطعم معايا، بس احنا بنعمل ابسط طريقة يعني. وهقلب مع بعض كله في الخلاط، وبعدين ابدا انزل بسرسوب من الزيت بالتدريج، 3 معالق كده زيت واضرب الخلاط، وارجع اعمل 3 كمان واضرب الخلاط. حوالي ربع كوباية زيت هستخدمها في كل بالتدريج يعني. شوف القوام هيبقى تقيل معايا شوية، ابدا اضيف شوية مية عليه واظبط الملح بتاعي. وما تنسوش ان احنا كنا حاطين ملح في البداية، لحد ما القوام يدينا الجمال اللي انتوا شايفينه دوت. ولاحظوا كمان انه هيتقل بعد ما يبرد، يعني بعد ما اسيب في التلاجة شوية هيتقل زي ما انتوا شايفينه في الصورة هنا كده. جميل وجميل جدا مع اي صوصات، يعني ممكن اضيفه على الكاتشب، على اي صوص بيديني نتيجة رائعة جنب اي سندوتشات او شاورما او فتة. وطبعا بألف هنا.